أي جملة في اللغة الإنجليزية بتكون مكونة من كلمات جنب بعض. لما بتدرس كورس صوتيات اللهجة الأمريكية معانا بتتعلم إزاي تنطق كل كلمات اللغة الإنجليزية بطريقة صحيحة وبلهجة أمريكية سليمة، بس بصورة منفصلة، يعني كل كلمة لوحدها. وأكيد مش ده النطق اللي احنا عاوزين نوصل له، احنا عاوزين ننطق الجملة على بعضها بصورة متصلة زي النيتيف سبيكرز بالظبط. وعشان كده هندرس الكورس ده، كورس المقاطع الصوتية وقواعد وصل الكلام. في البداية هتتعلم يعني ايه مقطع صوتي وايه هي انواع المقاطع الصوتية وتاخد امثلة على كل نوع. بعد كده بتتعلم ازاي تحسب عدد المقاطع الصوتية اللي بتتكون منها الكلمة، وازاي تحدد بداية ونهاية كل مقطع صوتي. بعد ما بتحدد بداية ونهاية كل مقطع صوتي بتدرس قواعد الوصل بين المقاطع الصوتية المتتالية. قواعد الوصل دي هي اللي بتعلمك ايه الأصوات اللي انت بتحذفها من نص الكلمة وامتى بتحذفها وليه، وبتقولك على الأصوات الساكنة اللي انت بتضيفها من عندك في نص الكلمة عشان تربط بيها بين مقطعين صوتيين متتاليين، وبتقولك على الأصوات اللي بتتحول من صوت لصوت وامتى بتتحول. بعد ما بتخلص دراسة المقاطع الصوتية وقواعد الوصل بينها بتكون عرفت النطق النهائي للكلمة، النطق اللي انت هتسمعه في أرض الواقع بالفعل من أي حد بيتكلم إنجليزي بلهجة أمريكية. بعد كده بتدرس أهم حاجة في اللهجة الأمريكية وهي قواعد وصل الكلام. انت بقيت بتعرف تنطق كل كلمة لوحدها بطريقة صحيحة. القواعد دي بقى هتعلمك ازاي تربط ما بين كل كلمتين متتاليتين في الجملة وتنطق الجملة على بعضها بصورة متصلة زي النيتيف سبيكرز بالظبط. طب ازاي بتدرس القواعد دي؟ كل قاعدة بيكون لها فيديو شرح خاص بيها بيشرح لك القاعدة بالتفصيل وبيدربك على أشهر الأمثلة الخاصة بالقاعدة دي. وبعد ما تتفرج على فيديو الشرح الخاص بالقاعدة وتفهمها هتلاقي نفس القاعدة مشروحة كتابة في التطبيق بالشكل ده بس بأمثلة كتير بقى. وطبعا زي ما قلت لك قبل كده التطبيق ملون وكل لون بيدل على حاجة معينة، يعني أي صوت متحرك في التطبيق كله هتلاقيه ملون باللون الأزرق عشان تقدر تميزه بسهولة، وأي صوت ساكن هتلاقيه ملون باللون البنفسجي، وأي صوت محول يعني اتحول من صوت لصوت تاني هتلاقيه ملون باللون البرتقالي. أي حرف ملون باللون الأخضر اعرف إنه مش منطوق silent، وهكذا. والتطبيق ناطق، يعني لو ضغطت على أي كلمة أو أي جملة في التطبيق كله هتتنطق لك بصوت نقي وواضح وبلهجة أمريكية سليمة. would you could you need you. وأي صفحة بنشرح فيها قاعدة نطق هتلاقي فيها على اليمين كده فيديوهات لنيتيف سبيكرز وهما بينطقوا الأمثلة بتاعتها عشان تتأكد إن هو ده النطق الصحيح وعشان تدرب ودنك على سماع النطق ده. يبقى انت كده بتتفرج على فيديو شرح القاعدة بالتفصيل وكمان بتشوف النيتيف سبيكرز وهما بينطقوا الأمثلة دي عشان تدرب ودنك على سماع النطق الصحيح اللي هتسمعه في أرض الواقع. بعد ما تخلص الكورس ده هتكون قادر انك تنطق اي جملة في اللغة الإنجليزية بصورة متصلة زي النيتيف سبيكرز بالظبط. ومادام بتنطق صح هتسمع صح وتقدر تفهم اي حد بيتكلم بلهجة بكل سهولة ومن غير ما تحس انه بياكل الكلام، وبكده تكون مؤهل لكورس المحادثة. في الكورس ده هندربك على النطق الصحيح لكل الجمل اللي بتستخدمها في حياتك اليومية. هتتدرب على أكتر من 3000 جملة مستخدمين في حياتك اليومية وهتتعلم أكتر من 7000 كلمة. لو حابب تشوف عرض شامل للمحتوى بتاعنا وطريقة الشرح وإزاي هنخليك تتكلم إنجليزي بطلاقة بإمكانك تشوف المحاضرة المجانية الموجودة على الموقع بتاعنا perfectioncourses.com أو من خلال التطبيق بتاعنا Perfection.